السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحليوه صابلي صحيه بدون سكر بدون جلوتين، طبعا كتجي لذيذه بزاف ومقرمشه. لهذا الغرض كنحتاجو حبه ديال البيض، 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ، غنضيفو ليهم واحد شويه ديال الفانيلا سائله وواحد القبيصه ديال الملح. بالنسبه للتحليه حليت بسكر التمر، هنا استعملت 3 ديال المعالق كبار. بغيتو تزيدوا الحلاوه اكثر غتزيدوا، بغيتو ديروا اي محلى طبيعي اخر يمكن لكم تستعملوه. غادي نخلط هاد المكونات هذه مع بعضياتها، ومن بعد غادي نضيف لهم نص كاس صغير ديال الزيت. من الافضل انكم تستعملوا زيت الزيتون. وغادي نخلط، من بعد غنضيف نصف كاس ديال الحليب عادي، يعني ما سخون ما والو. وغادي نخلط، من بعد غنضيف نصف كيس ديال خميرات الحلويات اولا بيكربونات الصودا. غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم وغادي نبدا نجمع بالدقيق. انا استعملت هنا خليط ما بين دقيق الخالي من الجلوتين ودقيق الارز، كنخلط حتى كتشكل ليا العجين. من بعد كنخليها في الثلاجه ترتاح واحد نصف ساعه، وغادي نشكلوها على حسب الرغبه وبالطبع اللي بغيتو. انا استعملت هذا الطابع هذا لانه بغيت ندير فيها الشوكولات من الوسط. صافي غادي نكمل هذا التشكيل ديال العجين، والفرن غنكون مسخناه من قبل على درجه حراره 180. غنطيبوا الحلوه ديالنا من التحت عادي حتى كتحمر من التحت، ومن بعد نحمروا الوجه ديالها. الحلوه ديالي ملي كنخرجها من الفران كتجي بحال هكذا. هنا راه بقى دافيه شويه ولا ديك الاوليه فيها النص. المهم هذه الطاوه الاولى مازال عندي طاوه واحده اخرى غنخليها حتى كتبرد. من بعد غادي نزينها بالشوكولاته. يمكن الشوكولاته تستعملوا اللي بغيتو، اما الشوكولاته سوداء ولا بيضاء. انا هنا استعملت شوكولاته داكنه، يعني باش نبقى في اطار ما هو صحي بدون سكر. صافي التزيين ديالها كيبقى على حسب الرغبه. يمكن لكم تزينوا بواحد الخطوط بيضاء اولا بواحد الحبيبات تيكونوا بحال شوكولاته بيضاء هما مكركبين صغارين، اولا باللوز ايفيلي ولا باش ما بغيتو ولا اللوز كونكاستي حتى هو كيجي شكل، كيعطي واحد التشكيل زوين. الحلوه ديالي تتجي بحال هكذا، راه كتجي لذيذه بزاف مقرمشه وما بيناش بلي راها يعني ما فيهاش يعني حلوه، ما فيهاش ما جاتش مسوسه. نتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها وتاكلوها بصحه وراحه. نتمنى ايضا الا كنتو كتشاهدوا قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد.